السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبتي؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وستر ورضا من الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم اني اسألك التقى والعافية والغنى والستر والرضا لي وليكم ان شاء الله. بصوا قلنا ايه؟ قلت جبت توم من السوق، قلت الحقه بقى قبل ما يمشي. بصراحة جبته حطيته في البلكونة ونسيته، والنهاردة لسه فاكراه. طبعا اعتبر ان هو نشف شوية. انا عندي من السنة اللي فاتت اللي هي العروش اللي هي الخضرة دي اللي هي بتبقى دي. انا نسيته في البلكونة بقاله كام يوم، بس قلت اعمله بقى وافرزه معاكم. العروق دي طبعا مش هشيلها لان انا عندي زيها من السنة اللي فاتت، انا مش محتاجاها. انا هشيل الروس وانضفها واعملها وافرزها معاكم. طبعا عندي مكنه اللي هي بتاعت اللحمه. هنضف التوم كله وبعد كده هوريكم هنضربه ازاي في المكنه. طبعا هعمل كام واحده كده معاكم وهوريكم ازاي بنضفه. خليكم معايا. بصوا حبايبي، انا نضفت التوم اهو، ال10 كيلو اللي قلتلكوا عليهم جهزتهم اهو، وهضربهم في المفرمه. بصوا المفرمه اهي قدامكم اهي، شايفينها اهي. هشغلها ونبتدي مع بعض بس عشان الصوت. بصوا يا حبايبي، ده القشر اللي طلع من الثوم، هحطه في الفرن ينشف عشان اعمله بودرة ثوم، لان البودرة اللي في السوق وحشة جدا جدا جدا. بصوا حبيباتي، هحطه اهو في المفرمة، بس طبعا مش هعمل قدامكم عشان طبعا الصوت اهو. بصوا حطه كده عشان الصوت ما يزعجكوش اهو. فين دي؟ اتفس كده، اتفس اهو. بتشغل، عايزة تشغل عشان تصحى. طيب ماشي ماشي اه، يلا. بصوا انا هعملها بقى مع نفسي، انا واخويا بصراحه بيساعدني الله يبارك له. هعملها مع نفسي طبعا عشان ما ازعجكوش، وهضربها كلها ونرجع نشوف هنعمل ايه. خليكم معايا. بصوا حبايبي، عملت صينيه اهي مليانه كبيره زي ما انتم شايفين، اللهم بارك، حلوه قوي قوي. طبعا هنكيس مع بعض وهنفرزهم في الفريزر. طبعا خليكم معايا عشان نشوف الطريقه، ولا تشتري بقى معرفش بيتباع بكام، غالي جدا. برطمان صغير كده شفته على النت ب200 جنيه، معرفش طبعا وزنه ايه. لكن انت الحقي بقى وجيبي توم وخزنيه، وان شاء الله هينفعك طول السنه، وانا كل سنه بعمل كده. خليكم معايا لما نفرز مع بعض التوم. بصوا حبيبتي، كيس تلاجة اهي. عايزه تجيبي كيس تلاجة، عايزه تجيبي اللي هي العلب البلاستيك دي، بس انا بفضل الكيس التلاجة دي عشان مش بتاخد مكان اهي. وهتعملي التوم ايه؟ هترققيه على قد ما تقدري. ليه ترققيه؟ عشان اما تيجي تاخدي منه تاخدي حته تقدري تكسريها زي ما انت عايزه، تتكسر معاكي بسهوله. هيبقى رقيق خالص كده اهو. بصوا هعمل معاكم انا ايه، 1 أو 2 اهو. زي ما انت شايفه كده. لما ترققي كده الكيس وتيجي تبقي عايزه تاخدي التوم بيطلع معاكي بسهوله. بعدين تحطي بقى في الفريزر وطول السنه تجري منه اهو. ممكن تعملي كمان، تجيبي فلفل احمر وفلفل اخضر وتحطي عليهم توم وتفرزيهم لايه، مثلا عايزه تعملي بدنجان، عايزه تعملي سمك كده يعني، هيبقى ايه الموضوع سهل بالنسبه لك اهو. ده كيس صغير. احنا بصوا اهو، شفتوا رقيق ازاي؟ عشان تيجي تكسري حته التومه من غير ما تطلعي بقى ويفك معاكي وبتاع، لا تاخدي حته بحته. هعمل معاكم واحد تاني اهو. عملت انا كتير والله يا جماعه، حلو قوي في البيت، ولا تشتري ولا تعمليه اهو. تجي هو غالي السنه دي بصراحه عن السنه اللي فاتت، بس برضو ارحم من انك هتشتري مثلا من قلت تقولك البرطمان مش عارفه ب200 جنيه.
تقريبا كده، معرفش والله اعلم، نص كيلو او كيلو الا ربع، معرفش بس ليه مادام ممكن تشتري وتخزني، ليه بقى تكلفي نفسك؟ اهو نعمل كده، نرقق على قد ما نقدر عشان زي ما قلت لكم تيجي تقطعي الحته تتقطع معاكي بسهوله اهو. او ممكن تفضيه في برطمان وتحطيه براحتك خالص، الحاجه دي ايه ترجع لك انتي حسب الفريزر بتاعك وحسب تخزينك في البيت اهو. بصوا حطي طبعا بنفس المقاس بتاع الكيس عشان تحطيهم كلهم فوق بعض. ممكن تحطيهم في علبه وتقفلي اهو. بصي كده هنحط ايه، عشان نسيت اقول لكم حطوا كام معلقه ملح، حطوا بتاع 3-4 معالق ملح كده عشان نسيت اقول لكم اهو. ماشي، هفرز بقيه الكميه واوريها لكم، خليكم معايا. بصوا حبيباتي اوريكم بفرد الثوم ازاي عشان ايه تفردوه على قد ما تقدروا اهو. انا طبعا عملت 10، ده 10 اكياس، ده الكيس العاشر. بفرده كده اهو بالفرادة بتاعت العجين اهي فوق الكيس اهو، بيسهل معاكي، خليكي تفردي الثوم زي ما انت عايزه. بصوا بعدين بتعملي كده اهو، ده 10 اكياس دلوقتي عملتهم اهو. طبعا مش تخان عشان زي ما قلت لكم لما تيجي تقطعي حته ثوم تتقطع معاكي بسهوله اهو. بصوا زي ما انتم شايفين، بصوا رقيق قد ايه اهي، رقيق خالص اهو. بس السمك بتاعه مش عارفه شايفينه ولا ايه اهو. عشان تيجي تقطعي هتقطعي بايديكي وهو متلج اهو، مش هتتعبي. هخلص الكميه وارجع لكم. بصوا حبايبي عملت اهو الثوم فرزته دوت، عملت طبعا جزء اصغر من الجزء التاني عشان ايه يعني قدامي. ادي 1 2 3 4 ادي 5 ادي 6، دول عملتهم بحجم صغيرين. دول بقى اهو في القصانية حجم الاكبر اللي انا وريته لكم، اللي هو تقدري اما يتلج تكسريه بايديكي، تاخدي حته حته. بص السمك بتاعه رفيع جدا اهو، ده يريحك قوي بدل ما تقعدي تفكي وتعملي، لا اهو. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 كيس اهو. 11 كيس من اللي هو الحجم الكبير اهو، و6 اكياس من الحجم الصغير. اعملي بنفس الطريقه وجربيها. طبعا زي ما قلت لكم، نسيت اقول لكم على الملح، تحطي الملح ده ماده حافظه، هتحفظ لك الثوم من انه يصفر ولا يجراله اي حاجه، وهيقعد معاكي من السنه للسنه. الحقي بقى جيبيه اليومين دول قبل ما الثوم تدوري عليه، مش هتلاقيه، لازم تلميه من دلوقتي، تروحي تدوري وتجيبيه عشان تفرقيه عفوا، عشان الحاجه زي ما انتم عارفين بتغلى لما مبقاش في اوانها، تيجي تجيبيها بتلاقيها غاليه جدا. بس كده الفيديو يكون خلاص، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم متنسونيش في شير ولايك وسبسكرايب ودعوه حلوه. اهم حاجه يا جماعه الدعوه، ادعوا لي دعوه حلوه كده يا رب، وتخسروا على قلبها بكل ما تحب وتتمنى، ويخلي لها اولادها ويبارك فيهم يا رب، ويبارك في ازواجكم، وربنا يجعلكم نعمه في حياتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.